حبايبي حبايبي حبايبي، خمسة حبايبي، خمسة حبايبي. عايزة اتكلم بقى معاكم عشان انا كل كده اسبوع ولا اسبوعين بحب ادردش معاكم شوية يعني عايزة النهاردة اقول له احكي على حاجة كده. الحاجة دي برضو مضايقاني قوي، يعني انا كل ما بروح المسكي ولا بروح في اي حتة بشوفها رايحة المسكي، رايحة مشوار، رايحة في اي حتة، بشوفها قدام عينيا. بشوف ان يعني الحريم اللي بتخلف، الستات اللي بتخلف عيال كده وهي مش عارفه مصيرها ايه. طب ليه؟ ما انا عايزه اقول لهم برضو يعني انت بتخلفي عيل، تبقى انت نفسك شقيانه وقاعده في بيتك، ولا ليكي حول ولا قوه تتجوزي واحد ملوش لازمه وبيبقى هو نايم في البيت، وانت تنزلي لا تبيعي مناديل لا تقعدي في الشارع تبيعي حاجات. طب بتخلفي ليه؟ ما هي دي برضو اللي بتضايق. انت بتخلفي ليه لما انت حالتك تعبانه، وانت تعبانه وزهقانه وباصه الراجل ملوش اي لازمه في الحياه؟ انت بتخلفي ليه؟ ذنبهم ايه؟ ذنبهم ايه يطلعوا اتوبيسات يبيعوا، يبقى اطفال صغيره في سن ال العشر سنين، السبع سنين، آه وفي اصغر من كده كمان، بيبقى يجي كده يتحايل على واحد عشان يشتري بتاع السلك منه، بتاع اللي هو بتاع المواعين دوت او المناديل او الكلام ده كله. بتأمني عليهم ازاي؟ بتأمني حتى لو انت ما نزلتيش من البيت وانت قاعده و... والله يخليهولك بعلك قاعد معاكي في البيت وهو ما بيشتغلش، وانت شغاله، ولا انت قعدتي يوم كده وسرحتي العيال وبعتيهم يشتغلوا ويجيبوا فلوس، يعني بتبقي انت قلبك مطمن عليهم. ويا سلام بقى، يا سلام لو بنت وتنزل كده تبيع مناديل في الشارع. وطبعا احنا فينا الحلو وفينا الوحش. بتبقى انت قاعده مطمنه في البيت ان بنتك دي ما بتعرضش لكلاب السكك، لكلاب السكك. في شباب بيبقوا شاربين، واللي بيتعاطى الفوتو دوت، يتعاطى الحشيش، يتعاطى البانجو، كل ده بيتهيأ له حاجات كتير وحشه. واحنا بنشوف في اولاد الشوارع كتير قوي برضو ان هم حبايبي ملهمش ام ولا اب، او سايبينهم كده وتاركينهم في الحياه، ما عندهمش حاجه يعملوها غير هم يبيعوا او يناموا في الشوارع. طب انت ضمنتي منين ان بنتك دي هترجع لك سليمه؟ او ابنك، حتى الولد على فكره، انا عندي البنت زي الولد، زي ما بخاف على البنت تخاف على الولد. طب بتخلفيهم ليه؟ قولي لي انت مستك في الحياه إيه ان انت تخلفي عيلين ثلاثه اربعه وترميهم في الشارع عشان يجيبوا لك فلوس؟ طب واخرتها انت قلبك بيطوعك على عيلك؟ قلبك بيطوعك على بنتك ان انت تسيبيها تسرح وتجيب تجيب؟ انا قلبي بيتقطع، اقسم بالله لما بشوفهم قلبي بيتقطع. وشفت برضو يعني المراكب اللي هي في البحر ديت، اللي هم بيروحوا يعني بيركبوها الناس كده، بيبقى بنات في عمر العشر سنين والتسع سنين بيوقفوا على المركب يرقصوا، ويا ريت بيرقصوا رقصات كده كمان ايه يعني، ان العيل ما يعرفش يرقص ازاي، لا ده هم متوديكين وعارفين الرقص ازاي، ويعملوا بطريقه وحشه حاجات كتير قوي بطريقه وحشه. طب انت ازاي ما بتخافيش على عيلك من اللي بيركبوا المراكب، من اللي شغالين على المراكب، من اللي شغالين في البحر، من المنطقه كلها؟ ليه ما بتخافيش؟ طب ليه قبل ما تفكري تخلفي ما بتفكريش في عيالك ان انت شفتي مرار الدنيا ما تطلعوش على عيالك؟ ده بالعكس، ده احنا بنشوف للاسف الدنيا اللي احنا اتقاسيناه لازم نخاف على عيالنا. احنا لله الحمد برضو شغالين يعني وحمدين ربنا، وفي نفس الوقت معانا عيال زي الفل، ويا رب يخليهم يكرم عليهم يا رب بفضله ونعمته عليهم، مؤدبة. بس في نفس الوقت برضو انا واحدة من الناس ست اهو كبيرة ومعايا كبار وبخاف عليهم، بخاف عليهم. انت ازاي ما تخافيش على طفلة عندها 9 سنين او 10 سنين او 11 سنة رميها في الشارع كده تبيع مناديل؟ يا جماعة حسوا شوية، حسوا شوية، حسوا شوية بالرحمة. ده ربنا اسمه الغفور الرحيم واسمه الرحمن الرحيم يا جماعة. يعني مش كده بصي على عيلك. انت شايفة ان انت اتجوزتي واحد مش اهله وواحد قاعد مشغلك، جبت اول عيل ما تجيبيش تاني، ما تجيبيش عيال تاني شحطتيهم في الدنيا، بتجيبيهم ليه؟ هنقول نصيب؟ هو ربنا ما قالش كده، ما قالش لا ترموا نفسكم في التهلكة؟ انت كده بتهلكي نفسك وبتهلكي عيلك ليه؟
ليه اجيب عيل معرفش مصيره ايه؟ اجيب عيل لا ارميه في الشارع، لا ارميه للشباب الوسخه، لا ارميه يبيع مناديل، لا ارميه ليه؟ انت لو ما فيكيش عقل، يعني المفروض اللي حواليك يقولك خلي عندك عقل شويه. دول ما ذنبهمش حاجه، دول عيال ما ذنبهمش حاجه، ما ذنبهمش في الدنيا اللي هم جم الدنيا عشان يقاسوا فيها. يا جماعه حسوا بقى شويه، حسوا والله كل واحده معاها واحد نطحي قاعد في البيت وما بيشتغلش ونايم على السرير وسايبها هي تشتغل، لا يبقى ما تجيبيش عيال منه. زي واحده النهارده معديه بتتخانق مع بنتها وتدعي عليها دعوه وحش قوي، ليه يا ست كده؟ وبتبيع مناديل في الشارع ماشيه، ليه يا ست كده؟ قالت لي عشان انا سايبني ونايم في البيت وانا اللي شغاله. طب ما انت اللي شغاله، وافقتي ليه من الاول؟ وافقتي ليه انك تتجوزي واحد نايم على السرير وانت تاكليه؟ وافقتي ليه؟ ما فيكيش عقل. لازم أن يبقى فينا عقل نميز بيه يا جماعه، ما نرميش نفسنا في التهلكه. فكروا شويه، فكروا. لو ما بتفكروش في نفسكم انتوا، فكروا في العيال اللي انتوا بتجيبوهم وترموهم في الدنيا. ربنا غفور رحيم والله، وربنا رحمن رحيم. يا جماعه حرام كده، حرام. ده اللي بيتبكي عليه هو الاطفال الصغيره اللي مش عارفين اي حاجه في الدنيا وماشيين يزللوا ده شويه ويزللوا ده شويه ويزللوا ده شويه. لما انتوا يا كبار مش عارفين تعيشوا، العيل هيعرف يعيش بالنظام اللي هو بتعملوه، بتسوقوه وتخلوه بيشحت في الشوارع. ليه ما تشتغلي شغل؟ علمي العيل صنعه، علمي العيل صنعه. ولو معاكي بنت خلاها في بيتك تلميها في ايديكي من كلاب السكك، من كلاب السكك، مش هقولها لك تاني. خلي عندكم عقل شويه، وارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. خافي على بناتك شويه. انا بقول لكل ست معاها واحد نايم في البيت وهي بتاكله، خافي. لو معاكي بنات او صبيان والله واطفال صغير، خافي عليهم شويه. انزلي يا ست انت اشتغلي شغلانه انت على الاقل كبيره فيكي عقل هيميز. لكن عيله عندها 11 سنه ولا 10 سنين ما بتعرفش تدافع عن نفسها، سايباها لكلاب السكك، وفي الاخر تقولوا احنا جبناكوا ومش عاملين لنا حاجه. هيعملوا لكم ايه؟ هيعملوا لكم ايه لما انتوا اللي نفسكم مش عاملين لنفسكم حاجه؟ خافي على عيلك شويه، خافي على عيلك شويه. يا ريت كل واحد ياخد بنصيحه اللي حواليه ويخاف على عيله، لان دي بنات ملهاش حول ولا قوه.